السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هبة عوض، استشاري أسري تربوي ولايف كوتش تربية إيجابية وإدارة أزمات، أخصائي تعديل سلوك وتنمية مهارات، معتمد جامعة عين شمس القاهرة. موضوع النهاردة هنتكلم عن كيف نربي أولادنا من الصغر. ده كان سؤال طرحته أمهات الجداد اللي لسه مامزي الصغيرة الجديدة، عايزين يربوا أولادهم إزاي، على جروب الواتساب المجاني للاستشارات بتاعتنا الخاص بالسيدات فقط. الإجابة طبعا هنا موجهة للجميع، وأنا سعيدة بالسؤال ده وهنشرحه في عجالة على 3 فقرات. الفقرة الأولى هي عمر الولادة، الفترة بتاعة الولادة من عمر يوم حتى عمر سنتين، دي للتربية الذاتية، اللي احنا بنركز على الرعاية والنظافة بتاعة الطفل والأكل والشرب والغيار والحاجات اللي زي كده. بيبتدي يمشي، ندور على صحته، على أسنانه، على عظمه، على ده كخ وده صح وده غلط. يبقى هي هنا 90% رعاية، 10% تربية. طيب الفترة اللي بعد كده بتبقى من عمر سنتين حتى ال7 سنوات، دي بتبقى 50% تربية، 50% رعاية. يعني ايه؟ يعني الفترة دي بنأكل ونشرب وكل حاجة، ولكن بتزداد بها الوعي عند الطفل بحتة الرعاية الذاتية. ازاي بندربه على الإخراج، ازاي بندربه يعمل الحمام أعزكم الله يعني وكده، ازاي بنعلمه الكلام ونعرفه على مفردات اللغة في المجتمع اللي هو عايش فيه، من أول الأوضة بتاعته والبيت والمطبخ وعند قرايبه وتيتا وجد والحاجات الكويسة دي. مهم جدا في الفترة بتاعت سنتين ل7 سنين نربط الطفل بعلاقة روحية مع ربنا سبحانه وتعالى، حتى لو هو مش فاهم، بس بيعتاد على وجود الحلال والحرام والنهي والأمر والحاجات الجيدة والحاجات الحسنة، حتى يفهم فكرة الثواب والعقاب اللي بيبذلوا معاه الأب والأم في حاجة زي كده. تمام. طيب بنحاول ندخل ليه بعض المهمات اللي يقوم بيها، زي ايه؟ زي الرعايه الذاتيه. يعني نبتدي نعلمه بعد الاخراج ومفردات الكلام والحاجات اللي زي كده، يغسل اسنانه، يسرح شعره، يربط رباط الجزمه، يزرر قميصه، ويعمل حاجات زي كده. ومهم كمان قوي الفصل في النوم. الفصل في النوم ليه شقين: شق ما بين الاب والام ان الطفل بينام معاهم مزروع جوه، او انه يفصل عن اخواته البنات، يعني البنات بعيد عن الصبيان والولد او البنت بعيد عن امها وابوها في السرير بتاع الخاص بيهم. مش هدخل من الناحيه الدينيه جامد زي ما شرحت على الجروب، ولكن هتكلم ان في 3 اوقات يجب على الاولاد في سن الحلم، اللي هم نطقوا بيتكلموا وبقوا في وعي وكده، الاستئذان من الاب والام في الدخول عليهم: ما بعد الفجر، ووقت العصر، وما بعد العشاء. مهم جدا نستأذن على أبونا وأمنا مخففين ملابسهم، مريحين، نايمين. بنراعي، بنعلم الطفل حاجة اسمها الخصوصية، لأن من ضمن المشاكل إن الأم بتربي أغلبهم ما عندهاش يعني إيه خصوصية. البيبان مفتحة، اللبس مش متركز معاه، مش واخدة بالها ان ما ينفعش نلبس شفاف وقصير وخفيف، يا اما مقفلاها قوي وحارمة جوزها من حقوقه حتى في انه يشوفها بشكل طيب وجميل. وده هنتكلم فيه في موضوع تاني بعيدا عن النقطة بتاعة التربية. يعني المشكلة كلها لما حد بيجي يطلب تعديل سلوك لأولاده، بنراعي يا جماعة، وده ما يزعلش، ان الأم بتبقى هي الأساس. عشان كده قالوا ان الأم مدرسة، وسيدنا محمد والدين والقرآن الكريم علّى من مكانة الأم، وجعل الجنة تحت أقدامها. ليه؟ لأن في مشقة وتعب مستمر في تربية هذا الطفل. فلازم أي أم قررت تجيب طفل لهذا العالم تبقى قد المسؤولية، وتحترم يعني إيه كونها أم، وتقوم بدورها على أكمل وجه على قد ما تقدر، بعلمها، بفهمها، بقدراتها، بمادياتها، بوسطها الاجتماعي والثقافي. لازم تحاول تتطور وتلزم نفسها إنها تربي أولادها على أكمل وجه ممكن. وجزاكم الله وجزانا إياكم خيرا يا رب إن شاء الله. النقطة الثالثة والمرحلة الثالثة في العمر هي من 7 سنوات حتى 10 سنوات. هنا بقى إيه؟ رعاية أقل وتربية أكتر. ليه رعاية أقل؟ لأن بيبتدي الطفل ياخد مسؤوليات معاه مهمة في البيت. يعني يقضي طلبات في السوبر ماركت، يجيب حاجة البقالة وحاجة البيت، يرمي كيس القمامة أعزكم الله، ده برضو من مهمات البيت. يساوي السرير بتاعه إن كان بنت ولا ولد، يشارك أهل البيت في الشيل والنظافة، أو حسب الأم ما بتقول له يعمل إيه. تمام تمام. النقطة الأهم اللي بعد كده التدريب على الصلاة: وعلموهم ل7 واضربوهم ل10. احنا هنا في الضرب اللي المقصود بيه في الحديث مش الضرب اللي الناس متخيله، لا، ده عباره عن نهر كده، زقه خفيفه، قوم يا بابا صلي. ما يصحش التكاسل، لان ده السن اللي بيحصل فيه فعلا تكاسل. وان ما بدأناش نعودهم في اول ال7 سنين، في بعد كده ال14 وفي ال21. فاحنا هنشيل الذنب ان الطفل ده ما اتدربش من قبل كده على الطاعه، على معرفه الخالق، على الصله الروحانيه اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. مهما كان الدين
دي نقطة مهمة. والأجمل بقى أما يعني أقول لكم سر من أسرارنا في عالم التخاطب اللي بيقولوا عليه علم اللغة وتصحيح مخارج الحروف ومشكلات الكلام، إن حتى الأطفال المسيحيين بنطلب من الأمهات إن هم يحفظوهم أسماء الله الحسنى من باب اكتساب المفردات وتحسين مخارج الحروف والصوت، وبسم الله ما شاء الله بتجيب نتيجة جميلة جدا. فما بالك إن إحنا بنتكلم في ألف ب حياة، لازم يبقى عندنا خلفية دينية خفيفة ندخلها في حياة الطفل عشان هتنفعنا في مرحلة المراهقة لما نعدي ال10 سنوات إن شاء الله. إحنا كده بنتكلم على مرحلة الولادة. أول حاجة 90% رعاية 10% تربية. المرحلة الثانية مرحلة ما بين 2 ل7 سنين 50% تربية 50% رعاية. المرحلة الثالثة من 7 سنين حتى 10 سنوات بنتكلم في حتة إيه بقى؟ رعاية أقل من الأم وتربية أكتر. أخلي بالي من الزرعة اللي أنا بسقيها للولد عبارة عن إيه، المعلومات اللي بديها له، افعل ولا تفعل، قل ولا تقل، بالبلدي كده. مركزين في كل حاجة صح ومركزين في كل حاجة غلط هو بيعملها. مش همسك 10 سلوكيات مرة واحدة أغيرهم، لأ، بمسك 1 2 كبيري 3 وبراعيهم في فترة من خلال 21 يوم أو 3 أسابيع، أو زي الأم ما تركز، لأن بعضهم بينسى، ده عادي وارد، ولكن اللي مركز فعلا فعلا بيلاقي نتيجة واضحة وسريعة في تغيير إيجابي مع الطفل. وده اللي احنا محتاجينه حضراتكم، إن الأمهات تركز وهي بتربي. النقطة الأجمل بقى بتاعتنا إن التربية ما هي إلا تكرار للضوابط والنواهي مع قليل من الحزم يتم العمل بيها. ليه؟ عشان نجدد السلوكيات السليمة. الكلام اللي انا بقوله دلوقتي مختصر جدا جدا جدا، لان بحر الكلام فيها محتاج زي كورس او محاضرة مدتها لا تقل عن ساعة لساعتين، وده سبق وعملناها قبل كده وصورنا منها مقاطع فيديو نزلناها. الموضوع الفصل ما بين التربية والرعاية، وجدنا ان اغلب الامهات فاكرين ان الرعاية هي التربية. الرعاية شيء والتربية شيء آخر بعيدا عنه تماما. عشان كده حتى في الأمثال بتاعتنا بيقولوا إيه؟ مش الأم اللي ولدت، الأم اللي ربت. التربية بذات نفسها قائمة على نوعية الكلام والأفعال اللي بتصدر من كل أم وأب تجاه أطفالهم. فاحذروا انتوا بتسمعوهم ايه وبتفهموهم ايه وبتزرعوا جواهم ايه. ممكن من الحب ما قتل، تبقي خايفة عليه من البرد، خايفة عليه من الضلمة، خايفة عليه معرفش ايه، فتخليه ضعيف الشخصية، اتكالي، أناني. لما تقولي ده عيل صغير مش فاهم حاجة، ده فاهم أحسن مني ومنك، ده واعي ومستوعب، بالذات في عمر ال3 سنين بيبتدي ما شاء الله الذكاء واضح وبين. فأرجو نهتم بالتفاصيل الصغيرة وإحنا بنربي، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن شاء الله ألقاكم في الجزء الثاني على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.